أفضل ثنائي في الوسط الفني، وحصل على أكبر نسب مشاهدات خلال شهر رمضان، وهما الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز. ما تخافيش، تصورات ركت معايا، مفيش حاجة هتفيدك بالدرجات. واللي حققوا نجاح كبير خلال شهر رمضان لسنة 2023 بمسلسل ضرب نار، والجمهور كان دايما بيستنى المشاهد اللي بتجمع بين العوضي وياسمين. وخصوصا الكلام اللي كان دايما بيقوله أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز وبيرددوه دايما الناس، زي جملة أحلى على الأحلى وجمل تانية غيرها كتير. ودارت أحداث مسلسل ضرب نار حوالين الكوماندا جابر وشديد، واللي بيجسد دوره الفنان أحمد العوضي، ومهرة واللي بتجسد دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، وبتتصاعد أحداث العمل في جو من الغموض والتشويق. وده ما كانش العمل الأول اللي جمع بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. في رمضان 2021 كان عاملهم مسلسل اللي ملوش كبير، واللي وقتها كان ليه نصيب للأسف في المشاهدات. وبرضه العوضي وقتها كان ليه جملة مميزة زي جملة وحش الكون، واللي الناس وقتها حبوها جدا وبدأوا يرددوها. ودارت أحداث المسلسل اللي ملوش كبير حوالين شخصية غزل، واللي بتجسد دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، وبتدخل في صراع مع سيف الخديوي واللي بيجسد دوره الفنان أحمد العوضي. وفي ظل الصدام والصراع سيف وغزل بيتعاونوا مع بعض وبيقعوا في غرام بعض، وبيضطروا لمواجهة عنصر الشر اللي كان بيجسد